العلوي لاعب خط الوسط، لاعب الارتكاز. عمان تسعى للوصول الى لقطة خطيرة وهدف عماني. هدف عماني أول في هذا اللقاء بتسديدة مباغتة في شباك محمد العويس. يصل المنتخب العماني للهدف الأول في أحداث هذا اللقاء. سلاح الكرات الثابتة، الأخطاء الدفاعية، سمها ما شئت طبعا في اللقطة الماضية أمام استغلال مثالي لفرصة أولى تقريبا في الشوط الثاني. عمان تتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. سجل منتخب عمان على الرغم من استحواذ منتخبنا على الكرة، لكن العبرة دائما بالأهداف. عمان عن طريق جميل اليحمدي، خطيرة داخل منطقة الجزاء وهدف ثاني للمنتخب العماني. يا لها من مفاجأة، يا لها من مفاجأة. عمان تفعلها وتسجل هدف ثاني حتى ب10 لاعبين هنا أمام الأخضر. منتخب عمان ينجح في تحقيق ما كان ينظر إليه البعيد أو الكثير ما ينظر إليه بأنه شيئا بعيدا في هذا اللقاء، أن يصلوا إلى النهائي ب10 لاعبين أمام الأخضر، ولكنهم فعلوها بهذه الصورة وبهذا الأداء الجماعي العالي، بهذه القتالية، بهذا المستوى الفني الرفيع. عمان كان عندها إيمان بقدراتها. سجلوا الهدف الثاني، سجلوا هدفين. مصعب بينية، القحطاني داخل منطقة الجزاء، محمد يحاول بالتسديدة لكنو، جميلة جميلة جميلة. الله يا كنو، العودة يا شباب. لم نخسر بعد، لم نسقط بعد، لم نخرج بعد، لا زلنا أقوياء، لا زلنا واقفين، لا زلنا نحاول ولا زلنا قادرين. كنو بتسديدة روعة في منتهى الروعة في شباك المنتخب العماني، ركنها بروعة. شوفها مرة أخرى. الله يا كنو، الله على هذه الضربة، على هذه التسديدة الجميلة، وعلى هذه العودة. هل لنا أمل؟ نعم لدينا. هل لدينا فرصة؟ نعم لدينا. هل لدينا القدرة على العودة